بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل مع بعض ان شاء الله حمص الشام، او في ناس بتقول عليه حلبسه، انا بسميه حمص الشام طول عمري. هعمله بطريقه حلوه وجميله زي بتاعه العربيات واحسن كمان. انا جبت حمص الشام من امبارح بالليل، نقيته وغسلته حلو قوي، نقعته اهو، وبعد كده غسلته وصفيته في المصفى. هعبيه بقى هنا وهحط عليه ميه مغليه واوريكم انا هعمل ايه. اهو فضيته، حطيت عليه الميه المغليه، هرفعه بقى على البوتاجاز. تركه بقى حلوه هتعمليها له الحمص. عندي هنا جزرايه كبيره، وهنا قطيتين وبصلايه وراس توم برضو. حطيتهم كلهم في الحله واحط عليهم ميه، وبرضو هرفعهم على النار. هخليهم لما يستووا قوي، لما يستووا خالص معايا. طفيت على الحمص اهو. هو ما كملش السوا بتاعه كله، يعني فاضل له تكه صغيره قوي، عشان انا لسه هحط عليه الحاجات اللي انا سلقتها تاخد غلوه عشان ما يتهريش. اهو بصوا اهو استوت قوي اهو، زي ما قلت لكم، اللي هو البصل والثوم والجزر والقوطه. هستنى بقى يبردوا شويه، احط عليهم شويه ميه صغيرين واضربهم في الخلاط. ضربت الحاجه في الخلاط اللي هي الجزر والبصل والثوم والقوطه بعد ما استووا قوي. بصي اهو ضربتهم قوي في الخلاط، هحطهم على الحمص. بسم الله الرحمن الرحيم. ولعت عليه تاني اهو. بسم الله. احلى بقى تركه دي، شويه حمص، لا تقولوا لي بتاع عربيه ولا مش بتاع عربيه. ملح وكمون. هخليه بقى يغلي غلوه بالخلطه الجميله دي، لان انا بقول لكم هو ايه، في تركه صغيره قوي يعني. حطيت بقى هنا شويه شطه وشويه كمون، هعمل بيهم الدقه اللي هي ايه، هاخد ميتها من هنا، يعني هاخد شويه ميه من هنا كده اهو. كده ايه احلى دقه دي، اللي عايز شطه لوحديها. الحمص قلب قلبتين كده، هطفي عليه بقى. احلى طعم واحلى ريحه. بصوا بصوا المنظر، والحمص كمان خد لون، مش مبيض، واخد لون من الالوان بقى طبيعيه، اللي هي الجزر القوطه. حاجه كده جميله جميله. ايه رايكم بقى يا حبايبي في حمص الشام الجميل ده؟ بصوا بصوا كمان الحمصيه واخده لون نفسها ازاي، مش مبيض ده، واخده لون من اللون ده، من اللون الطبيعي ده بتاع الجزر والقوطه والدقه اللي انا حطاها الجميله دي. حاجه كده جميله وفاخر من الاخر. جربوا بقى الطريقه دي في الحمص، هتعجبكم قوي. وبالف هنا وشفا لكل اللي هيعمله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. نسيت اقول لكم الليمون ده، عصير الليمون لوحديه، ودي الدقه اللي انا عملتها اللي هي كمون وشطه. وبالف هنا وشفا لكل اللي هيعمله. اشوفكم على خير يا حبايبي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.